تونس كانت حاضرة وبقوة في الدورة الأربعين للصالون الدولي للسياحة بباريس، وقد حظيت بدعم وتضامن مشرفي وكالات الأسفار والأطراف المعنية بالقطاع السياحي في التسويق للوجهة التونسية عبر حث السياح على زيارة تونس وتجديد الثقة في المناخ الأمني بالبلاد. احتضنت العاصمة الفرنسية باريس الدورة الأربعين للصالون الدولي للسياحة، تظاهرة شاركت فيها تونس في جناح ضم عددا من وكالات السياحة والأسفار ومن مهنيي القطاع الذين وضعوا كامل ثقلهم للنهوض بصورة البلاد والاستفادة من موجة التعاطف الإيجابي مع تونس جراء الأحداث الإرهابية بباردو. يجب مواصلة الحياة بصفة عادية بالرغم من هذه المخاطر. يجب مواصلة الزهاد لهذا النوع من الاعتداءات والمواصلة في مكافحة كل هذه الأشياء بالذهاب إلى تونس. لا داعي للخوف، وأعتقد أن تونس بحاجة إلى دعمنا المستمر، خاصة أننا متضامنون معها على خلفية الأحداث الأخيرة. على عكس ما ساد من اعتقادات، لم تؤثر أحداث باردو سلبيا في برنامج الحجوزات بحسب المشاركين، بل منحتها دفعا إضافيا. لقد سجلنا طلبا كبيرا من الفرنسيين المتحمسين للذهاب إلى تونس على الرغم مما وقع من أحداث. كنت متخوفة من إلغاء الحجوزات، ولكن على العكس جميع الزبائن حافظوا على حجوزاتهم. وفما اللي عمرهم ما خموا باش يمشيوا لتونس، واترافيغ لي زيفينمون هذوما واللي قرروا بار سوليداريتي باش يمشيو لتونس، واللي فما خير من هكا اللي الموزي باردو كانوا ما يعرفوش بالكل، ما يعرفوش التريزور اللي عندنا دو موزايك، عرفوها ترافيغ لي ميديا. لكن بالنسبة إلى البعض الآخر يشكو القطاع السياحي بتونس من بعض العراقيل التي تدفع أحيانا بالسائح إلى تغيير وجهته السياحية. هناك بلدان من المغرب العربي توفر تذاكر طيران منخفضة السعر، وبالتالي الناس الذين يودون السفر نهاية الأسبوع هربا من طقس باريس البارد لا يقصدون تونس لأن الأسعار التذاكر مرتفعة. علاوة على ذلك، يستوجب الواقع السياحي بتونس حسب العارضين إيجاد حلول لمديونية الفنادق وضرورة النهوض بجودة الخدمات وتطوير تقنيات الترويج والتواصل مع الزبائن كالتطبيقات على الهواتف المحمولة وتعميم عملية الحجز على الإنترنت على كامل الفنادق. هناك إجماع حاصل بين المقبلين على هذا الصالون أن ما وقع في تونس هو عارض أمني عابر، ولا يمكن أن يمنعهم بأي حال من الأحوال من الذهاب إلى تونس والاستمتاع بجمالها. وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية، باريس.